سلام البنات، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، دخل عليكم باش ما كتمناو يا ربي بصحه جديده، وكل واحد اللي كيتمنى شي حاجه الله يوفقه ليها. اليوم كما كتشوفوا غنوجدوا رغايف معسلين زوينين بزاف، مقادير اللي هي بسيطه بطريقه سهله، مقادير متوفره في اي بيت، وخصوصا الطريقة البنات سهلة بزاف، بلا عذاب بلا تشباك، كيوجدوا داغي بسرعة. اللي ما عنده عوين، اللي ما عنده جهد الشباكية ولسان الطير، يدير هاد الرغيفات كيجيو زوينين ويحضرهم في رمضان ان شاء الله الكتاب الله يوصلنا ليه لا فاقدين ولا مفقودين. كيجيو زوينين وساهلين بمقادير اللي هي بسيطة. بالنسبة للمقادير البنات كنحتاجو زلافة ونص ديال الدقيق اولا من 250 غرام حتى ل 300 اولا 6 الكيسان، شوية ديال الكاوكاو وشوية ديال اللوز وشوية ديال الزنجلان محمرين ونطحنوهم. معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة زيت، معلقة كبيرة زبدة، شوية د الملحة، معلقة ديال النافع، معلقة ديال حبة حلاوة، معلقة صغيرة ديال الخميرة، خمارة د الحلويات، وعاد الخلطة السرية اللي فيها القرنفل والباديان والكوزة حتى هي اللي راه درتها معاكم البنات في الشباكية ولسان الطير، حتى هي كنضيفو تقريبا نص معلقة. كنديرو كامل دوك النواشف مع بعضياتهم كما شفتوا رانا طاحنا ديك الكاوكاو والجنجلان واللوز مزيان. كنحاولوا ندخلهم مع بعضياتهم مع الدقيق، ضروري قبصة المليحه. اللي ما عندوش البنات هاد الشيء يدير غير الزبده والخل والزيت وربع كاس ديال المزهر، ما يضيف كاع ديك النافع وحبه حلاوه واللوز وكاوكاو، راه كيجيو زوينين. انا حيت عندي موجودين درتهم وصافي. هنا راه درت ربع كاس ديال المزهر وعاد تكملوا بالماء دافي. انا اصلا المزهر ما كانش عندي مزهر، كان عي كاليتي خايبه. كملت به كامل دفيته ودرت به، درت ربع كاس باش تشوفوا، والقرعه اللي باقي سخنته وكملت به الماء يكون دافي البنات. وخذوا مزرانه تسخر لي، عي ولدي جاب لي عي كاليتي خايبه كما شفتوا لا كونسيستونس ديالها، راه هشيشه ما هشيشه ما قاصحه. هنا كنجيبوها البنات كنقسموها على جوج كما شفتوا. كنجيب المدلك والقطاعه وشويه ديال المايزينا النشا، كندير على السطح العامل مايزينا وكنطلق بالدلاك. ساهله البنات وكتوجد دغيا دغيا. الصراحه كما شفتوا كنطلق وكنطوي بحال اللي غندير المسمنه، كل ما طويتو كل ما مزيان، حيت ما كتشدلك ما والو بلا دليك بلا حتى شي حاجه. هذا هو الدليك ديالها باش كتجي مورقه. غنخلي ديك الجزء يرتاح وغنخدم نفس الطريقه غنديرها للجزء الثاني. كنصحكم البنات توجدوهم والله الا ساهلين. بالنسبه اللي عنده الوليدات وما قدرش يدير الشباكيه جاتو صعيبه ما عنده عوين، يدير هادو كيجيو ساهلين والمذاق ديالهم كيجي زوين. وكما قلت لكم لما كانوش المقادير كاملين راه تكتفيو غير بالزبده والزيت والخل ومليحه والخماره وصافي ومزهر، صافي بلا ما ديروا داك اللوز والكاوكاو والزنجلان ومزهر او سميتو والنافع وحبة حلاوة وداك الخليط بلاش، وكيجيو زوينين. بالنسبة للتزيين راه اختياري، اللي بغات تزين بشي حاجة كتزين بها. هنا البنات من بعد ما درت لهم نفس الطريقة بجوج كنجبد الجزء اللي درت له الاول نيتو كنطلقو مزيان، ما نرققهاش بزاف. انا غنوريكم السمك في الاخر، ما نرققهاش بزاف وما نخليهاش غليظه، نخليها تقريبا متوسطه. وديروا لها مايزينا البنات حتى هي راه كتزيدها في التوراق. كتجي زوينه مورقه من داخل ديك الرغيفه، كتجي زوينه بزاف. نحاولوا نديروها على شكل مستطيل. هنا كما شفتوا راني بديت نقطع. ديروها مربعات اولا مستطيلات، المهم حاولوا ديروها بنفس الحجم تقريبا باش يجيكم زوينين كما شفتوا. ودوك الزوائد اللي شاطوا راه يمكن لكم توليو تجمعوهم وتوليو تطلقوهم، راه ماشي مشكل. انا خليتهم هكاك تقليتهم نعطيهم للدراري بلا ما نولي عاد نعاودهم. صافي كما شفتوا السمك ديالها كيفاش كيجي. هنا البنات جبت مقله كبيره درت فيها شويه الزيت. هنا راه عاد طيستيت بدوك الجوج، خصو يكون سخون بزاف البنات تيسخن عاد حطوا فيه الرغيفات ديالكم. هنا ملي سخن جبت الطريفات الاخرين حطيتهم. من تحطوهم بقاو تكبوا عليهم الزيت بالمعلقه كما شفتوا،
راه كل ما كبيتو عليهم تبارك الله كيتنفخوا، كيجيو مهمين من الداخل كيما شفتوا راهم كيتنفخوا. آه كل ما كبيتو عليهم الزيت تبارك الله كيزيدوا يتنفخوا بشويه، وعافيه تكون مهيله البنات باش ما يتخطفوش ليكم، يجيو خضرين من الداخل. خليهم العافيه مهيله باش يطيبوا من الداخل ومن برا. انا جبت العسل حدايا، كما شفتوا اللوين ديالو الختوريه تبارك الله. هذا هو اللي وجدته معاكم، ما درت فيه لا اتاي لا حتى شي حاجه، عيب الكركديل ومنسم بالمسكه الحره وبالقرفه والحامض. جا زوين البنات، والله الا لذيذ، جربوه، راه الوصفه كاينه في القناه، والله الا نفعني بصراحه اقتصادي، وتوجدي شي حاجه اللي في الدار ماشي هي كتشري من الزنقه. كيبقى عندك عارفه شنو درتي في دارك. كيما شفتوا البنات هاني كنستعمر كنكب عليهم وكنقلب، خليهم غير في هاد اللوين حيت باقا نعيد يداروا في العسل. العسل كيزيدهم اللون، ما تقولوش راه خصني نحمروهم باش هذا. خليوهم غير هكا، راه كيزيد اللون، كيزيد في العسل. هنا البنات كنهزهم بالصفايه وكنحطهم في العسل وكندير كميه اخرى في المقله، نستعمر بنفس الكيفيه. هنا البنات ما تنساوش ديروا جيم، كومونتير، اللي ما مشتركش يشترك فضلا وليس امرا. كما شفتوا كيجيو فنين، كلهم راهم تنفخوا، غير كنكب عليهم الزويته من الفوق كيتنفخوا. وكنأكد البنات عافيه تكون مهيله باش ما يتخطفوش ليكم، وعطيهم الخاطر راهم ساهلين. هنا راه ولادي واقفين راني عطيتهم. جبنان والريحه كتعطي ديال الشباكيه في الدار ما قدروش يصبروا. نتوما عارفين الوليدات، الله يخليكم وليداتكم، الله يخلينا وليداتنا، والله يفرحنا بهم يا رب العالمين. كما شفتوا نخليهم غير في هاد اللوين، ما نزيدوش نخليهم يتحرقوا باش ما تجيناش فيهم بنة المرار. كيجي اللوين زوين مع العسل هو هذاك. هنا كنحاول نكب عليهم العسل غير من الجناب ونخلطهم هكا ونحطهم في الكسكاس، رانا جبتو يتسقطروا، وهكذا دواليك غنستمر. هنا البنات هذا هو الشكل النهائي، شوفوا كاش كيجيو. انا راشي زينته باي كاوكاو افيلي، وشي درت له الزنجلان محمر. ها نتوما البنات الشكل ديالهم كي كيجي هماوي وزوين بزاف. عاطين منظر زوين وساهلين كما شفتوا، كيوجدوا دغيا في ساعه تبارك الله توجدي، وكتعطي البنات كميه كبيره. شوفوا من الداخل كيفاش جات مهويه ومورقه زوينه بزاف. هنا راه كنذكركم بسبسكرايب ولايك والقلوب البنات. كنتمنى البنات هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير.